انا احكي لك قصه، والله العظيم قصه عجيبه جدا 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 وجميله. خليك معايا للاخر وهتطلع منها كسبان. كان ابو ذر وسيدنا بلال قاعدين، فابو ذر كان بيحكي لسيدنا بلال، فسيدنا بلال ضحك غصب عنه. فابو ذر بيقول له انك تكذبني يا ابن السوداء، عيرب امه. راح سيدنا بلال بكى وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله. قال له نعم يا بلال. قال له إن أبو ذر يعايرني بأمي. فقال له احضروا لي أبو ذر. فجه قال له إنك تعايره بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. متخيل الكلمة دي خلت راجل من كبار الصحابة ينهار من شدة البكا ويحط خده على الأرض. فيقول لي سيدنا بلال إيه؟ والله العظيم يا بلال ما أرفع خدي من على الأرض غير لما تدوس عليه برجلك. شوف سيدنا بلال قال له ايه؟ قال له والله العظيم يا ابو ذر ما احط رجلي على خد بشرا كانت سجد لربه سجدا. ده القلب الابيض، ده اللي بيسامح. ابو ذر غلط والنبي عرفه غلطه، عرفه ان ده حرام. ما ينفعش تعاير حد بامه ولا تشتم حد بامه. لا تعال شوف دلوقتي بقى اللي بيشتم ويسب وينعل ويا ابني ده كله حرام، ده كله حرام. ده متسبب الدين فكفر. واحد شتمك بامك فقول الله يسامحك. شوف بقى، انت خليك انت القلب الطيب، ما تخليش حد مثلا ينرفزك. لا ما تخليش حد ينرفزك. اي حد يشتمك ربنا يسامحك ومفيش احلى منها. وقول لي رايك واكتب لنا كومنت جميل في التعليقات.